اقسم بالله دي مش لعيبه كوره والله، ده لعيبه مصارعه، يعني لعيبه سباق، مش عارفه ايه اللعيبه دي، يعني كل حاجه موجوده فيها، سرعه واداء ويعني نظام ايه يا جماعه ده بجد، ده احنا فرهطنا اقسم بالله. امال اللعيبه عملوا ايه؟ بس الحمد لله خلصت بفوز النادي الاهلي وصعوده. ويلا يا عم فريق الكحه انت ولا دوا السخونيه، خد لعيبتك ام صحه كفره دي واتكلوا على الله، عشان انتوا فرهطتوا اللي جابونا وحياه ربنا. الحمد لله يا جماعه، يعني انا مش عارفه اقول يا مجدي قفشه، والله جمالك كترت علينا، ده انت فوق 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 راسي وفوق راس كل الاهلاويه يا عم الناس، يا غالي، يا احسن لاعب، احسن صانع العاب في مصر كلها وفي التاريخ كله يا عم. مش عارفين نودي جمالك فين يا قفشه وحياه ربنا، يعني قاضيه في الزمالك وقاضيه في امريكا. ايه ده يا جماعه الشوطه دي بجد، ده هي تحس انه بيعيدوا ماتش نهائي القرن بالظبط. حبيبنا يا عم، اقسم بالله حبيبنا وفوق راسنا يا عم قفشه، مش عارفين نعملها. قفشه يحيى قفشه وحياه ربنا من هنا للسنه الجايه يا عم، رجل يعني الوقت الصعب وحياه ربنا. الحمد لله يا جماعه خلصت بفوز النادي الاهلي بعد فرهضه، وكمان القناه كل شويه يعني تقطع الماتش وتجيب لنا مذيع ولا معلق اجنبي واحنا مش فاهمين حاجه. يا عم احنا بنفهم عربي بالعافيه، بنفهم المعلقين اللي عندنا بالعافيه اقسم بالله، وعمالين يرتاحوا لبعض. انا مش فاهمه ايه يا جماعه والله، ما وقت كل شويه يجيبوا الجماهير احنا مصريين وبنحب النادي الاهلي. يا عم عرفنا مش احنا عايزين نتفرج على الماتش، احنا بنموت هنا يا استاذ وبنضيع وحياه ربنا. بس الحمد لله يا جماعه بعد الذل والاهانه والفرهضه اللي احنا فيها احنا واللعيبه دي، الحمد لله خلصت بفوز النادي الاهلي وبهدف محمد مجدي قفشه صاروخي كده زي قاضيه تاني. يا عم ايه يا عم ده، تسلم رجلك يا عم الناس. الحمد لله النادي الاهلي هيواجه ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه. اقعد بقى اتفرج كده على العظمه. حتى يا جماعه لو خسرنا لا قدر الله، يعني يكفي ان انت خسران من ريال مدريد، بس ان شاء الله مش هنخسر، وان شاء الله يحصل معجزه وناخد كاس العالم للانديه ان شاء الله. الحمد لله ومبروك يا اهلاويه.